السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الملعب. تعالوا مع بعض نطير ونشوف استعداد الأهلي والزمالك والكواليس داخل الغرف المغلقة واللي غير مغلقة في مباراة القمة. أول حاجة عندنا خبر من النادي الأهلي بيقول إن كولر هيخش معسكر مغلق 48 ساعة، يعني هيمنع المية والنور عن أي حد بحيث ان اللعيبه تركز وبعيد عن توترات الجماهير وكل القلق ده الاعلامي. طيب بالنسبه لنادي الزمالك استعداده ايه لمباراه القمه مع الاهلي؟ رجال الاعمال عاملين مكافاه كبيره ومكافآت تحفيزيه للعيبه في حاله الفوز على النادي الاهلي، وكمان حاجات معينه ومكافآت خاصه للعيبه معينه مميزه في الزمالك. شيء جميل طبعا اللي انت تعمل مكافآت تحفيزيه للعيبه، بس السؤال ليه ما بيتمش ده مع كل الفرق، خصوصا اللي انت بتنافس على الدوري؟ ولا هي عشان بطولة خاصة هي النادي الأهلي؟ الفريق اللي عايز ياخد بطولات لازم يلعب بكل قوة مع كل الفرق، غير كده عمر ما الفريق اللي قدامك هيطلع لقدام. كل أحلامه هتبقى زي الإسماعيلي مثلا، إن هو يكسب الأهلي ويبقى كده خلاص الإسماعيلي عمل كل حاجة. الزمالك المفروض ما يفكرش بالفكر ده. عشان توصل للأهلي ولنجومية الأهلي وشعبية الأهلي وقوة الأهلي لازم تبقى قوي زي الأهلي وتمشي على وتيرة النجاح. بيسيرو مدرب الزمالك الجديد بيأكد إن في مفاجأة كبيرة هتكون في التشكيل الزمالك أمام الأهلي، وبيقول إن يا جماعة هتلاقوا حاجة تانية خالص بالنسبة للزمالك. والله ده شيء جميل، بس اوعى تعمل زي اللي قبلك قبل كده زمان، كان برضو قالك إن في مفاجأة كبيرة أوي في تشكيل الزمالك، ونزلوا لنا لاعب كان في الزمالك زمان، كان في بتاع الإسماعيلي اسمه رضا سيكا. نزل رضا سيكا أصلا ما كانش شايف حاجة قدامه ولا لعب حاجة في المباراة، وكانت المفاجأة طلعت مفاجأة مضروبة وطلعت فنكوش، لأن ببساطة كله تشكيل الزمالك كله معروف. عد غلماتك يا جحا، واحدة قايمة والتانية نايمة، ما أعتقدش في حاجة مستخبية. احنا نتمنى المباراة تطلع قوية جدا، وأتمنى الفوز طبعا للنادي الكبير، نادي أسطورة الزمان وهو النادي الأهلي. أما بالنسبة لأخبار النادي الأهلي، كولر بيقرر إنه يستعين في خط الدفاع بالعش، خصوصا إن العش ما لعبش مباراة الإسماعيلي اللي فات، وهيلعب العش بدل مين؟ ياسر إبراهيم المصاب حاليا وربيعة. يبقى معانا اتنين مهمين جدا، ربيعة والعش اللعيب الحريف الجميل. اللعيب الحريف بن شرقي في احتمال كبير ان هو يلعب في المباراة، بس هيلعب فترة بسيطة جدا لان هو عنده اصابة في العضلة الخلفية. كولر هيتشاور مع طبيب الفريق وهيشوف هل في امكانية ان هو يلعب بن شرقي ولا لا، ولو لعب هيلعب بس فترة بسيطة جدا، يعني ممكن تلاقي بن شرقي هينزل في اخر 10 دقايق. كولر قال تصريح بالنسبة لمباراة الاهلي امام انتر ميامي في امريكا في كاس العالم للاندية، قال اللي احنا هنلاعب ميسي وماتش هيكون قوي جدا، خصوصا ان هناك الامريكين كلهم هيشجعوا انتر ميامي، وطبعا ميسي نجم كبير نجم عالمي، لكن احنا هنلعب للفوز، خصوصا ان احنا متحمسين جدا واللعيبه عندها حافز قوي جدا اللي هي تكسب وتقدم عروض كويسه جدا في البطوله. اما بالنسبه لاخبار نادي الزمالك لمباراه القمه، احمد سيد زيزو كلنا عارفين ان هو جات له اصابه في العضله الخلفيه، هو حاليا بدا يتعافى منها وفي احتمال ان هو يلعب المباراه، بس مع الاسف زيزو مستواه نزل جدا لان هو مركز بره الملعب عن جوه الملعب، مركز في التعاقدات والفلوس وي، فكل ده مأثر على مستواه، لان زيزو كان افضل من كده بكتير، لكن مستواه بقى له فتره كبيره جدا نزل. من ضمن استعداد النادي الاهلي لمباراه القمه بيجهز كل المصابين، وعلى راس المصابين دول يحيى عطية الله. هو عمل عملية كان كسر في الوجه، لكن العملية الحمد لله تمام، وهو دلوقتي بيتعافى، احتمال بس احتمال بسيط وضعيف، واعتقد ان هو مش هيلحق بمشاركة النادي الاهلي في مباراة القمة، لكن هو خلاص على وشك ان هو يبدأ يشارك مع النادي الاهلي الفترة اللي جاية، لكن بين ان هو يشارك او لا في المباراة ده شيء صعب شوية، واعتقد بنسبة كبيرة لا. من ضمن اخبار الزمالك واستعداده لمباراة القمة، مدرب الزمالك بيسيرو قرر عودة الثنائي للتشكيل الاساسي للقاء القمة، مصطفى شلبي ومحمود جهاد. قرروا هم يبدأوا في التدريب لان احتمال كبير جدا يشاركوا في المباراة. الراجل بيحاول يلم ورقه، لان الزمالك زي ما احنا عارفين الفترة اللي فاتت كان بيمر بازمات كتيرة جدا، وهو بصراحة على طول الخط في ازمات، يعني نادرا ما الزمالك يبدأ يفوق وتلاقيه رجع تاني في غيبوبة. آخر خبر عندنا هنختم بيه الفيديو وهو الناشئ ابن ال 18 سنة محمد السيد. محمد السيد موهبة كروية في نادي الزمالك، والأهلي بدأ يحط عينه عليه بحيث ان هو يجيبه النادي الاهلي. اللاعب لسه عقده ممتد مع الزمالك لنهاية الموسم اللي جاي، يعني فاضل له موسم، لو اللاعب ما جددش مع الزمالك احتمال كبير ان الاهلي يركز عليه. كده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.